في مصطلحات في الإنجليش شبه بعض كتير قوي، وبالتالي بتلخبط جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن 2 من أشهر المصطلحات دي: due to و do for، و neither nor و either or. due to بنستخدمها بمعنى بسبب أو نتيجة ليه، زي مثلا لما نقول the flight was delayed due to bad weather. الرحلة اتأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية. وهنا استعملنا due to عشان الرحلة اتأخرت نتيجة للجو الوحش. due for بقى بنستخدمها لما تكون بنتكلم عن حاجة ميعادها قرب أو متوقعة بشكل كبير، زي مثلا لما نقول he is due for a promotion. احنا هنا بنقول هو على وشك ان يجيله ترقية، وهنا برضو عشان الترقية شيء متوقع ليه. ندخل على رقم 2 وهي either or و neither nor. either or بنستخدمها دايما لما نكون بنخير حد بين حاجتين، اللي هو يا ده يا ده، زي مثلا لما نقول you can have either coffee or tea. انت ممكن تاخد يا اما قهوة يا اما شاي. عكسها بقى neither nor، هنا بنستخدمها عشان ننفي حاجتين، يعني بمعنى أصح كده لا ده ولا ده. زي مثلا لما نقول he likes neither coffee nor tea. هو لا بيحب القهوة ولا هو بيحب الشاي. This is Premier English by Sarah، ودول كانوا مصطلحين من أشهر المصطلحات اللي شبه بعض وبتلخبط الناس.